والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بجد ترحيب بكم على قناة أبرار التعليمية والتجارية. النهاردة بإذن الله هناخد المحاضرة التانية في الأكاونتنج لطلبة الفرقة الرابعة للمعهد العالي للعلوم الإدارية وتكنولوجيا المعلومات. المنهج اللي أنا بدرسه ده مقرر على طلبة المعهد دول في المنيا. طبعا هنبتدي إن شاء الله المحاضرة التانية بسرعة. يلا بينا. المحاضرة التانية بعنوان الميزانية العمومية، وهناخد تمرين ان شاء الله ميزان مراجعة، وفي بعض الكلمات اللي احنا هنهتم بيها بحفظها، لان الاكاونتنج حضرتك محتاج كورس جامد في اللغة الانجليزية علشان تأهل نفسك لعمل انترفيو في البنوك. فلازم حضرتك يكون عندك حصيلة. بنصح باخذ الكورس واخذ كورسات محاسبة في اماكن معتمدة علشان ان شاء الله تأهلك لمجال العمل. اللي الحجز مع أكاديمية أبرار التعليمية في المنيا. طبعا الحجز بيبقى لو هو بره المنيا بيبقى اونلاين، برجاء التواصل مع رقم الهاتف الخاص بالأكاديمية. ويسعدنا عمل المعادلة لطلبة الدبلومات الفنية التجارية علشان يلتحقوا بالكليات. أهم الكلمات الأساسية الواردة في المحاضرة، كلمات ممكن حضرتك تاخدهم كده بالترتيب علشان هيفيدك قوي في حل اي تمرين. اون كريدت او اون اكاونت يعني على الحساب، اونر اكيوتي يعني حقوق الملكية، بيرسونال اكاونتنج حسابات شخصية، بوستنج يعني الترحيل الى الاستاذ، بريميسيس يعني عقارات بتساوي كلمة بيلدينج مباني، بروفيت اند لوس اكاونت يعني حساب ارباح وخسائر، purchases مشتريات، purchases returned يعني مردودات مشتريات، real account يعني حسابات حقيقية، rent يعني إيجار، rent received يعني إيراد عقار، رد بضاعة يبقى returned goods، مردودات مبيعات returned inward. وفي بعض الكلمات sales returned نفس الحكاية مردودات مبيعات، مردودات مشتريات returned outward. وعندي بعد كده revenues تمام، وسيلاريز المرتبات، وسيلز مبيعات، مردودات مبيعات برضو زي ما قلتها لك سيلز ريتيرن، وقيد بسيط يعني سيمبل انتري، وسولد باع، ستوك يعني مخزون او بضاعة، مخزون مذكورين، ساندريز عند حساب المتاجرة تريدنج ديسكاونت او تريدنج اكاونت، ميزان مراجعة ترايل بالانس، ميزان مراجعة بالأرصدة طبعا تراي بالانس باي بالانسز، ميزان مراجعة بالمجاميع تراي بالانس باي توتالز، القيمة يعني فاليو، الأجور يعني ويجز. دي كانت بعض الكلمات اللي أنا هتعرض ليها في حل المثال اللي جاي، وكان لازم ان انا اقولها لك دي معناها ايه عشان تحفظها او تحفظ ورايا وتعرف اجابة السؤال ازاي. ده تمرين طبعا زي ما مكتوب قدام حضرتك هيجي جاهز حسب كلام الدكتورة تراي بالانس، يعني هذه الدكتورة في الامتحان في احدى المحاضرات ذكرت ان هي تجيب ميزان مراجعة ترايل بالانس وحضرتك هتجاوب عليه وانا ترجمته. عندك هنا beginning inventory يعني مخزون اول المدة، كاش يعني نقدا، اراضي يعني لاند، اساس يعني فرنيتشر، بنك طبعا دي معروفة، الالات ماشينز، المشتريات purchasing، السيارات يعني cars، rent expenses يعني مصروف الايجار، wage expenses يعني مصروف الاجور او الاجور المرتبات، withdraw يعني المسحوبات، accounting receivable يعني اوراق قبض، interest expenses الفوائد مدينة لدى البنك، طبعا مصاريف دعاية، sales retail مردودات مبيعات، loans يعني قروض، notes payable يعني اوراق دفع او كمبيالة، sales مبيعات، revenues يعني ايرادات، accounts payable يعني حسابات دائنة او اوراق دفع، purchasing returns يعني مردودات مشتريات، الكابيتال طبعا يعني راس المال او رأس المال زي ما بيقولوها كده. طبعا قبل ما احل التمرين انا شايفك عايز تقلب الفيديو وزهقت من كلامي، بس اصبر شوية هنحل التمرين مع بعض.
لو حضرتك مشغول برضو انتظر دقايق بسيطة وان شاء الله الفيديو كله هيخلص. عندي مخزون اخر المدة ending inventory ب12,000 جنيه. طبعا الحسابات المحطوط في السي ار دي دائنة، والحسابات المحطوطة في الدي ار دي مدينة، عشان حضرتك لما تعمل ميزان مراجعة. بص على الملحوظة اللي تحت دي في اسفل الفيديو، بيقول لك صافي. انا كتبتها طبعا عشان اوضح لك المعلومة. لو انا عايزة اجيب صافي المبيعات، ثواني ان شاء الله المرة الجاية هنبتدي نشرح على سبورة. عندي صافي المبيعات بيساوي المبيعات، بجيبها من التمرين. المبيعات عندي اهي، ثواني اوريها لك. السيلز اهي اللي معمول بالاحمر ده المبيعات، وبطرح منها مردودات المبيعات عشان تديني الصافي. تمام، طرحت منها سيلز ريتير اهي. يعني لو انا عندي اجمالي مبيعات، مش كل المبيعات طبعا تبقى صالحه للبيع، ففي بعض الناس انا بعت لهم بضاعه وهم ردوها لي. تمام، يبقى المبيعات بتاعتي زادت. سوري، نسبة المبيعات او المخزون او المبيعات الخاصة عندي خلاص بطرح منها المردودات المبيعات الناس اللي بعتها وردوها لي تاني. وعندي هنا صف المشتريات بيساوي المشتريات ناقص مردودات المشتريات زائد مخزون اول مدة ناقص مخزون اخر المدة عشان اجيب الصافي. الكلام ده مش فاهموه كلام صعب. يلا بينا دلوقتي نطبق على التمرين. وبص في الصفحة دي الشريحة دي كويس قوي، علشان هناخد الكلمات وهنعمل منها برضو ميزان مراجعة، وما تقلبش الفيديو عشان شايفاك. طبعا عنوان الفيديو فيه خطأ، يعتبر الميزانية العمومية الدرس الثالث. الدرس بتاع المحاضرة التانية كانت قائمة الدخل، وهبتدي ادي معاها الميزانية. يبقى جزئين، انا كتبت ان المحاضرة التانية ميزانية عمومية فقط، لا هي قائمة دخل، وبعد كده ان شاء الله ميزانية عمومية. اول حاجة بص معايا على الترجمة كده. السيلز مالكش دعوة بكلمة نت سيلز. نت سيلز يعني صافي المبيعات. صافي المبيعات بتيجي منين؟ عندك السيلز اهو، سيلز بطرح منه سيلز ريتيرن يعني المبيعات، بطرح منها مردودات المبيعات. عندنا هنا عندي هنا السيلز المبيعات ب80,000 اهي. تمام، وطرحت منها السيلز ريتيرن مردودات المبيعات ب2000، يبقى التجميعة بتاعتي 78,000 جنيه. ال78,000 جنيه اسمها عندي cost of goods sold، تكلفة البضاعة المباعة. تكلفة البضاعة المباعة اهي قدامها كلمة مكتوبة قدامها، السهم اهو موجود، يبقى تكلفة البضاعة المباعة. بضيف عليها beginning inventory، بضيف عليها مخزون اول المدة اهو 5000 جنيه، وبضيف عليها كمان صافي المشتريات. طب صافي المشتريات مفيش حاجة عندي في المثال اسمها صافي المشتريات، لا صافي المشتريات انا قلت لك في الملاحظة في السلايد اللي قبل كده، قلت لك ان هي بتتكون من المشتريات ناقص مردودات المشتريات، وبطرح منها مخزون اخر المدة. يبقى عندي هنا مخزون اول المدة بضيف عليه مشتريات، وبطرح منه مردودات مشتريات، وبطرح منه الناتج، بطرح منه مخزون اخر المدة. يبقى beginning inventory ب5000، وعندي المشتريات هاتها على جنب كده، شوف هي بكام وطرح منها مردودات المشتريات، هتديني هي ب50,000. المشتريات 50,000 ومردودات المشتريات عندي ب1000، يبقى الناتج 49,000. طرحت منها ending inventory موجود في كاتباه بالقلم الجاف في السلايس اللي قبل كده ب12,000، يبقى التجميعة بتاعتي طلعت 42,000 جنيه. تمام، 42 هطرحها من 78,000 جنيه. طبعا كل دول انا جمعت دول وهطرحهم من 78,000 جنيه، يبقى عندي جمعت 5000 زائد 49,000 وطرحت منها 12,000 جنيه. المخزون اخر المدة طلع لي 42,000 جنيه. هطرحهم من الصافي المبيعات من 78,000، هطرحها كمان ممكن تقول حضرتك من تكلفة البضاعة المباعة، طلع لي الناتج 36,000 جنيه كروس انكم يعني مجمل الربح. خلاص، وقلت لك نتيجه من ايه. بعد كده هبتدي اضيف عليها other revenue،
يعني موجود عندك هتضيف عليها الإيرادات الأخرى. موجود عندك الريفينيو عندك في التمرين ب40,000 جنيه، يبقى 36 زائد 40,000 جنيه يبقى 76,000 جنيه. هطرح منها طبعا other expenses إجمالي أو مصاريف أخرى. عندي في التمرين أي حاجة آخرها expenses، أي حاجة آخرها expenses زي رنت expenses إيجار، الويجز الأجور، الانترست مصروفات دائمة، وطبعا مصاريف الإعلان. تمام، جمعتهم هما التلاتة مع بعض 10,000 زائد 30 يبقى 40,000، 40 و5 ده 45 و10 57,000، طرحتهم من 76,000 يبقى النت انكم صافي الربح عندي 19,000 جنيه. والترتيب بتاعي زي ما حضرتك شايف اهو، ومترجمة عشان تحفظها كده بشكلها جميل قوي كده. ممكن حل اخر بس انا مش عايزة الخبطك، ان انا ال36,000 دي اللي هي كروس انكم نت سيلز ناقص كوست اوف جود سولد 36,000 جنيه، ممكن اطرح منها 57,000 جنيه واضيف عليها 40,000 اللي هي الايرادات الاخرى. هطلع نفس الناتج، بس عشان حضرتك ما تتخضش لان ممكن الناتج يطلع بالسالب يعني خسارة والمسألة تقلق فتبوظ منك. فخلينا زي ما احنا كده ماشيين، واي مصروفات تخصم طرح يعني، واي ايرادات تجمع جمع. ونشوف بقى الميزانية العمومية اللي انا قلت لك عليها في بداية الفيديو. طبعا انا بعتذر علشان الصورة مش واضحة قوي، بس مش حالها ان شاء الله في الايام الجاية باذن الله هشرح لك في الاكاديمية بصورة على سبورة واضحة وبروجيكت وحاجات امكانيات يعني حضرتك اتمنى تحوز على اعجابكم. دي جدول الميزانية العمومية بالانس شيت الميزانية العمومية. عندي كلمة الاصول اللي هي اسيتس، الاصول بتتكون من اللاند. طب انا هنا مش مترجماها علشان انا في المثال اللي هي الترايب بالانس انا ترجمتها بالتفصيل. اللاند اللي هي الاراضي وانا جبت الكلام ده من التمرين. الكارز يعني العربيات او السيارات. ماشينز يعني الالات. فرنيتشر يعني اساس. وطبعا الكاش يعني النقدية. والبنك ending inventory يعني مخزون اخر المدة. واكاونتنج ريسيفابل يعني اوراق قبض. جمعتهم كلهم مع بعض كده وحضرتك هتحفظهم لحد الفرنيشر دي اسمها اصول ثابتة. من اول الكاش والبنك ده اصول متداولة. التجميعة بتاعتي طلعت 287 وما تجمعش بموبايل، يبقى توتال اسيس يعني مجموع الاصول 287,000. نيجي الناحية التانية لازم الطرفين يبقوا قد بعض بالظبط، لو هما مش قد بعض بالظبط يبقى في خطأ في التجميع. بص على الاصفار. نيجي الناحية التانية عندي هنا الخصوم liabilities بتتكون من account payable اوراق دفع، ونوت payables يعني حسابات دائنة اهي. واللونز اللي هي القروض 20 و30 وطبعا ادي 50 100,000. ونيجي بعد كده حقوق الملكية اونر ايكيوتي عبارة عن الكابيتال رأس المال من التمرين برضو 173,000. ضفت عليه نيت انكم اللي انا عملتها دلوقتي صافي الربح من قائمة الدخل انا طلعتها دلوقتي 19,000 جنيه. وبطرح منها المسحوبات ومش هكتبها لان حضرتك المفروض خلاص اتعودت ان ويزرول هو المسحوبات 5,000 جنيه يبقى 173 زائد 19,000 ناقص 5,000 جنيه طلعت لي 187,000. 187 زائد 100,000 اللي هي مجموع الخصوم يبقى الناتج بتاعي 287,000 total liabilities and owner equity يعني مجموع الالتزامات وحقوق الملكية. طبعا انا اخدت كل العناصر من تراي بالانس الموجود في بداية التمرين، وده شكل الميزانية العمومية. لو اشتغلت في اي شركة هتحط كل ده. يا رب الفيديو ما يكونش تقيل على حضراتكم. ما ننساش تفعيل الجرس وعلشان الاشعارات كلها توصلكم. باقي ان شاء الله محاضرتين وافنش المادة دي واخد ان شاء الله الادارة المالية. طبعا كل ما حضرتك ترفع الفيديو لاكبر عدد هنبتدي نساعد ان احنا نشرح بقية المواد المقررة على الفرقة الرابعة ونشوف الشعبة التانية في المعهد العالي والعلوم الادارية. كنت معاكم النهاردة من قناة ابرار التعليمية، وانا بعتذر على الكلام الكتير انا قلت النهاردة. معاكم محاسبة هبة فتحي المنيا من قناة ابرار التعليمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.